لو لسه ما بتعرفش تستخدم الفوتوشوب، انا هعلمك في اقل من ربع ساعة معظم اساسيات البرنامج وتعمل ثامنيل زي اللي انت شايفها دلوقتي. بس الاول ننزل بالانترو. السلام عليكم، انا يوسف محمد وده فيديو جديد. النهارده انا هعلمك معظم اساسيات البرنامج زي ما قلت في اقل من ربع ساعة باستخدام الثامنيل ديت. الثامنيل ديت بتتكون من 3 اجزاء. اول جزء الخلفية، تاني جزء التكست واللوجوهات اللي حوالينه، تالت جزء البوردر اللي في الاخر. انا هشرح لك ازاي تعمل كل حاجة من دول، بس قبلهم هشرح لك واجهة البرنامج بشكل مختصر، وفي اخر الفيديو هقول لك شوية نصايح كده هتساعدك في شغلك عامة. تمام، نخش في نقطة الشرح. البروجكت زي ما قلت لكم هو متقسم لثلاث اجزاء. اول جزء الخلفية، تاني جزء التكست واللوجوهات اللي حواليه، تالت جزء اللي هو الاطار اللي في الاخر. اصعبهم هو الجزء التاني. تمام، اول حاجة هنبدأ بالخلفية. انا ازاي عملت الشكل دوت؟ اولا بس انت تخش على البرنامج عشان تعمل مشروع جديد، دوس نيو، فايل نيو، اختار مثلا المقاس دوت، ده مقاس الثامنيل على اليوتيوب. واجهة البرنامج على السريع. القايمة اللي على الشمال دي الادوات اللي انت محتاجها. اللي فوق دي شوية اعدادات بسيطة للحاجة اللي انت للأداة اللي انت مختارها. اللي على اليمين الجزء دوت ده كده اللايرز، يعني هنا مثلا دي اللايرز اللي انا مختارها، سواء تكست مثلا سواء صورة، كل اي حاجة انا هدخلها هنا بتبقى موجودة في نقطة اللايرز ديت. عشان تخفي اللاير في علامة عين هنا تدوس عليها، العين ظهرت الحاجة ظهرت، العين مشيت الحاجة مشيت. تمام، ودي شوية فلاتر وشوية افكتات انت ممكن تضيفها بعدين. تمام، وممكن تضيف برضو افكتات من القائمة اللي فوق دي، ولكن نروح للموضوع ده بعدين او نعمل له فيديو لوحده. الحتة دي شوية ادجستمنتس لللاير اللي انت مختاره. تمام، وبس دي واجهة البرنامج بشكل سريع. دلوقتي ازاي نعمل الشكل دوت؟ انا دلوقتي فتحت صفحة جديدة، هختار الفرشة دي كده، علامة الفرشة براش تول، هدوس عليها، اختار ديت مثلا. انا هتختار اول حاجة سوفت راوند. تمام، السايز بقى ممكن تخليها زي ما انت عايز. انا هخليها مثلا كده، وهخلي لون احمر. تمام كده، وهقعد العب بقى في الشاشة. فاهم؟ خلصنا من اللون الاحمر، نروح على اللون الازرق مثلا. انت هتختار بقى الالوان اللي انت عايزها، برضه هتفضل تلعب في الشاشة شوية. بعد كده هتدوس على فلتر، تنزل على ليكوفاي. تمام، بعد ما تدوس على ليكوفاي هيظهر لك الشاشة ديت. الاعدادات اللي قدامك ديت خليها زي ما هي، هتختار الأداة اللي فوق خالص. تمام، هتظهر لك الدايرة ديت او الفرشة ديت. تمام، تقعد بقى تلعب في الخلفية. تمام، مثلا انا شايف ان شكلي كده حلو، هدوس اوكي، بقى ده الشكل اللي قدامي. طب انا خلاص عايز اغير الالوان ديت مش عجباني. اقدر اغير الالوان بان انا اختار اللاير اللي انا عايزه، واخش على adjustments، وادوس على hue وsaturation. انت مش هتعرف تغير الالوان بشكل خلينا نقول كامل، هو انت بس بتغير في درجة اللون اللي انت اخترته اوريدي. دي الهيو هي درجة اللون نفسه. تمام، الساتوريشن هو شدة اللون. لو قللت كده هتلاقي الحاجة بتتحول لابيض واسود، لو شدت كده للاخر هتلاقي الالوان بقت فاقعة قوي. فهندوس هنا صفر عشان الحاجة ترجع زي ما كانت. نلعب في الهيو شوية، اقعد غير انت بقى براحتك. لو قعدت تغير كده ولقيت الالوان اللي هنا برضو مش عاجباك، انت ممكن بقى يعني تمسح اللاير دوت وتعمله من اول وجديد، وتختار الالوان اللي انت عايزها في نقطة البرش. نقول مثلا اللون ده عجبني. تمام كده انا عملت الباك جراوند كده، اول نقطة خلص. ممكن لو انت شايفها فاتحة زيادة عن اللزوم تدوس برضو على الباك جراوند، تنزل هنا برايتنس، تقلل البرايتنس شوية. انا شايف ان هي كده كويسة. نروح للنقطة التانية وهي نقطة التكست واللوجوهات اللي حواليها. تمام، عشان تحول الباك جراوند للاير عادي جدا، هتدوس على علامة القفل دي بس مش اكتر. دوس عليها تحول للاير عادي جدا، فتقدر تغير مكانه بقى زي ما انت عايز. هتضيف لاير تاني فوق. هنا هتلاقي في اداة للتكست، الا وهي دي الاختصار بتاعها تي. هتدوس في اي حتة على الشاشة، نكتب مثلا، انا كنت كاتب هنا، هي كنت مواقع لمصممين الجرافيك. تمام، نعلم عليها نخليها باللون الاسود. تمام، زي ما انت شايف لما انا ادوس على حرف التي وبدات اعمل تكست جديده، التكست كانت كبيره قوي، وقعدت اصغرها واغير الالوان وبتاع. طب انا مش عايز اعمل كل ده، انا عملتها مره مش لازم اعملها تاني. هختار التكست دوت، وههولد الالت في الكيبورد واسحب بالماوس، هيعمل لي نسخه تانية من اللاير دوت. تمام، انا كتبت موقع تانية. انت لما تفتح البرنامج وتختار الاداه ديت وتبدا تكتب، هو مش هيختار لك الخط دوت، ده خط انت بتحمله من على النت. تمام، تختار الخط منين؟ تختار الخط من هنا، هتبقى في كذا خط انت اختار منهم اللي انت عايزه. تمام،
لو انت شايف هنا الخط مكتوب باللون الابيض وحواليه تقريبا نفس الكلمة، ولكن هي مش متلونة من جوه باللون الابيض، هي معمول لها حواف بس هنا باللون الاحمر وهنا باللون الازرق. تعمل حاجة زي دي ازاي؟ نفس القصة، هتعلم على الخط اللي انت عايزه، الت تشدها. دلوقتي انا مختار، هي اسمها هنا مواقع كوبي، تمام، اللي انا لسه شاددها ديت. انت هتبقى معلم عليها في حرف تحت اسمه اف اكس او افكتس، تمام. هتدوس عليه وتختار ستروك. اخترت الستروك نعمله مثلا على وليكن 4، تمام، ولا خليها 3. نخلي اللون احمر، تمام. طب ازاي نشيل الجزء الابيض اللي جوه دوت؟ انا دلوقتي مختار اللاير ديت، في هنا كلمه opacity وفي كلمه هنا fill. opacity انا لو قللتها هو هيخفي لي البتاعه كلها على بعضها، تمام. فانا مش عايز اعمل كده، انا عايز اخفي الحته اللي جوه بس، الحته المليانه اللي جوه. ففل واقلل دي الاخر، هيسيب لي الحته الحمراء بس. طب تمام، دلوقتي ليه الحواف ديت فوق الكلمة الرئيسية اللي هي المفروض باللون الأبيض؟ حلها بسيط دلوقتي، دي المواقع ودي المواقع كوبي، تمام. نخفي بس الحاجات ديت، هنزلها تحت بس مش أكتر. بس كأنك مثلا في دلوقتي قدامك كشكول وحطيت عليه قلم، الكشكول ده لاير والقلم ده لاير، انهي لاير فوق التاني؟ القلم فوق الكشكول، فالجزء من الكشكول اللي تحت القلم ده مش هيظهر لك، يعني فاهم؟ اللي بيزكس حياه، فاهم؟ انا دلوقتي عمال بحرك في البتاع ديت، عايز اكبر حجمها، عايز اصغره، وانت معلم عليها كده، تمام. هدوس كنترول تي، اقدر اصغر اكبر، تمام. طب انا مش عايزها تفضل بنفس الحجم، عايز شكلها يتغير، تضغط شويه من فوق من تحت بتاع، ههولد شيفت واسحب من الجنب كده. كده انا ضغطتها، تمام. كده ضغطتها تاني بس لفوق. طب انا الكلام ده مش عاجبني، هدوس هنا. طب انا حركت دي هنا بس عايز ارجع في المكان ده تاني، بس نفس المكان بالظبط، يعني عايز ارجع خطوه لورا، هولد كنترول وادوس زد. كده انت رجعت خطوه لورا، رجعت الخطوه لورا تاني، رجعت لمكانها الاصل. انا هجيب دي هنزلها كده مثلا، انزلها كده بالاروز اللي في الكيبورد، اخليه باللون الازرق. بما ان الخلفيه كلها ازرقات، مش هيبقى قرار صعب ان انا اخلي اللاير اللي فوق الخلفيه في حاجه لونها ازرق، لان هي مش هتبان بسبب الخلفيه. فان نقول مثلا اخضر عشان الشرح بس، عشان انتوا تشوفوا اللي احنا بنعمله. نقول مثلا ان احنا راضيين عن النتيجه ديت. كل اللي انت هتعمله ان انت هتطبق نفس الموضوع ده مع الكلمتين اللي تحت. بعد ما خلصت تكست وعملت فولدر تاني وحطيت فيه بارت 2 ودخلت فيه التكست دوت، فاضل جزئية اللوجوهات والاطار اللي من بره. مثلا ده اللوجو بتاعي هحطه هنا. دلوقتي انا دخلت اللوجو بتاعي هنا، نتخيل ان ده اللوجو اللي انت هتشتغل عليه. انا عايز اميله كده شوية، هدوس كنترول تي كده، هكبر واصغر. ابعد الماوس عن المكعب ده شوية او المربع ده شويه وحود كده، تمام. اسحب الماوس يمين شويه. انا كده راضي عن الشكل دوت. لو تلاحظ المربع من هنا حوافه مدببه، في التصميم الاصلي هو ما كانش كده، تمام. فهتعمل ايه؟ في اداه هنا اسمها ريكتانجل تول، الاختصار بتاعها يو. الاختصارات دي هتفيدك قوي عامه وانت بتشتغل، عشان هتسرع من رتم الشغل بتاعك. هتختارها في هنا مربع ودايره ومثلث وفي اشكال كتير، انت هتختار دلوقتي المربع، تمام. ده الشكل اللي انا عايزه، تمام. هنخليه باللون الاسود، او لو انا عايز نفس الدرجه دي بالظبط هتدوس عليها وهو هيختارها لك، بس لازم تكون فاتح التاب ديت. تفتحها ازاي؟ من الزرار دوت، بقت احمر. انا دلوقتي عايز اللون دوت، هدوس عليه بكل بساطه، او ممكن ادوس على ده او على ده، هو يختار اللون اللي انت واقف عليه، تمام، او اللي انت دوست عليه. هدوس اوكي. دلوقتي دي الحواف بتاعتها برضو مدببه، شايف الدايره دي؟ هتسحبها لجوه شويه. ممكن بقى تسحب اول درجه ان هي تبقى دايره حرفيا، او ان انت سنه بسيطه بس بحيث ان الحواف ما تبقاش حاده قوي. دي الاداه اللي انت بتمسك بيها الحاجه، يعني انا كده امسك دي عمال بغير فيها، عمال بغير في دي، فاهم الفكره؟ فدي الاداه الرئيسيه اصلا بتاعه البرنامج. توصل لها ازاي؟ تدوس على في، الاختصار بتاعها في، هتوصل لها على طول. هنزل دي تحت شويه، هحط دي مكانها كنترول تي. انت بقى بقيت عارف الكلام ده خلاص. هحودها يمين، عايز ادخل دي جوه، تمام. ده اللوجو وده المربع اللي احنا عملناه. اللوجو هخليه فوق المربع، تمام، عشان زي ما قلت لك، فاكر مثال القلم والكشكول؟ هصغرها شويه، دخل دي جوه. هتدوس الت وتخلي الماوس ما بين اللايرين،
وتكليك. دلوقتي انت عملت ماسك للاتنين دول، اللاير اللي فوق بقى جزء من اللاير اللي تحت. تمام. دلوقتي انا هسحب اللوجو كده شويه بحيث ان هو يبقى في نص المربع، اهو ما بقاش جزء منه، هو بقى جوه. فاهم الفكره؟ في التصميم دوت هتلاحظ ان اللوجو تحسه مبلور شويه. تمام. هتختار اللاير اللي انت عايزه، هتدوس مثلا على الريكتانجل ده، دوس على فلتر وبلور، او الاحسن ان انت تستخدم ده. مش عايزين نعلي البلور قوي، نختار مثلا الدرجه ديت، تلاقي الحواف بقت ملغوشه شويه. طب من جوه هتختار برضو اللاير اللي فوق، تعمل له نفس الموضوع بلور. تعال نستخدم حاجه تانية مثلا موشن بلور، هيعمل لك الايفكت دوت. ممكن تزود فيه، ممكن تقلل، نقول مثلا ان كده كويس. عملنا نقطة البلور، هتلاحظ ان المربع طالع منه نور ابيض، وهنا طالع منه نور اخضر، وهنا ابيض وهنا اخضر. تعمل حاجة زي دي ازاي؟ هنا بقى انت لازم تختار اللاير دوت بتاع المربع نفسه. هتدوس على الايفكتس تاني وتختار اوتر جلو او دروب شادو. انا مثلا اختار دروب شادو، هوطي الاوباسيتي شوية. اعتقد ان درجة اللون دي كويسة، هوطي الاوباسيتي شوية كده. تمام. اعتقد ان كده كويس. كده فاضل اخر نقطة، وهي نقطة الحواف اللي بتبقى من بره، الجزء الثالث اللاير دوت. دي تتعمل ازاي؟ زي ما قلت لك، كل ما التفاصيل زادت في التصميم كل ما بقى التصميم احلى. يعني هو كده ده كويس جدا وممكن ترفعه. طبق الفكره اللي انت عايزها، ان انت بتشرح 4 مواقع او 5 مواقع للتصميم او لاي حاجه في الدنيا بقى. المهم ان انت الثامنيل طبق الفكره بتاعه الفيديو، بس كل ما زودنا تفاصيل كل ما بقى شكله احسن وشكله جذاب للعين اكتر. فهتختار الريكتانجل ده تاني، هتخليه بنفس مقاس الشاشه. تمام. هتشد في الحواف كده لغايه ما توصل لحواف الشاشه. تمام. الفل هتعدمه، هتخليه على الشكل دوت كده، مفيش فل. الستروك هتخليه على اللون، جيب مثلا اللبني، ارفعه كده شوية. تمام. مثلا على اللون دوت، وتقعد تكبر بقى لغاية ما توصل للحجم اللي انت شايفه مناسب. خليه كده مثلا عشان تشوف بس الفرق بعدين في اللي احنا هنعمله. دلوقتي هنختار الريكتانجل دوت. شايف كلمة نورمال ديت؟ دي حالة اللاير دوت. تمام. هتقعد تقلب في الحاجات ديت لغايه ما توصل للشكل اللي انت تحسه حلو. وغالبا الاوفرلاي هو بيبقى احسن حاجه. حتى في تصميم الرئيس انا كنت مختار اوفرلاي، يعني انا عايز اغير في الوانه. هدوس عليه وهخش على adjustments وهيو ساتوريشن تاني. هنا بقى قبل ما نغير في الهيو ساتوريشن، دلوقتي اللاير دوت مش متطبق على الريكتانجل بس، هو متطبق على كل اللايرات اللي تحت. طب ازاي تخليه على اللاير ده بس؟ فاكر لما عملنا ماسك فضلنا دايسين على الت ووقفنا ما بين اللايرين وعملنا كليك؟ دلوقتي مهما غيرت في ده، المربع ده بس هو اللي لونه هيتغير، لكن لو انا شلت الماسك الصورة كلها لونها هيتغير. دلوقتي انا شايف الالوان بتاعتها بقت كويسة. بس كده الموضوع خلص. بدأنا اول حاجة بالخلفية، ثم التكست، ثم اللوجوهات بالافكتات بتاعتها، ثم الاطار اللي من بره. اخيرا وصلنا لاخر جزء في الفيديو. النصيحة الاولى، كل ما التفاصيل زادت في الصورة كل ما الصورة القيمة بتاعتها عالية. وسواء صورة او فيديو بقى مش مهم، طالما انت شغلك طالما التفاصيل زادت فيه كل ما بقى احسن. انا هعرض لك دلوقتي صورتين على الشاشة، واحدة بتفاصيل قليلة وواحدة بتفاصيل كتيرة، وهسيبك انت تحدد انهي واحدة فيهم هي الاحسن. الحاجة التانية، وانت بتتعلم ازاي تعمل اي حاجة في اي برنامج، في الاول خد التيبس اند تريكس اللي هو بيقول عليها ديت، طبقها بالحرف في البرنامج، ثم فكر انت في فكرة جديدة انت من خيالك، وخلي الخيال دوت يتطبق على شكل الواقع. يعني ما تطبقش فكرتي انا، طلع انت فكرة وطبقها انت في البرنامج. ده هيبقى صعب وهتواجهك مشاكل كتيرة. مثلا البرنامج بيكراش من غير اي سبب، فاهم؟ هو مزاجه كده يكراش دلوقتي، فاهم؟ مشاكل رخمة زي ديت ملهاش معنى وملهاش سبب، انت هتواجهها على طول. ده غير ان انت هتستخدم البرنامج اصلا بشكل اسرع بعدين، وشغل بالنسبة لك هيبقى سهل وجودته عالية. تالت حاجة، الجرافيك ديزاين هو مجال كبير جدا، خلينا نقول عليها تخصصات، فيها تخصصات كتير. يعني مثلا في جرافيك ديزاينر للصور المصغره بتاعه اليوتيوب بس، في بوسترات، في لوجوهات، في بانرات، في يو اي، وهكذا. في حاجات كتير. انت وظيفتك دلوقتي ان انت تجرب من كل حاجه حته صغيره، بحيث ان انت تفهم كل مجال اصلا عباره عن ايه. ده اولا. ثانيا ان انت تلاقي الجزء اللي انت مستمتع وبتحب ان انت تشتغل فيه. وبس، ما تبقاش حاجه تاني. في الفيديو اللي فات قلت لي ان الرينج لايت كانت ضربه في الشاشه اللي كانت ورايا، فغيرت الكادر خالص. قول لي ايه رايك في الكادر الجديد او المنظر الجديد اللي انت شايفه قدامك دوت؟ هل ده مظبوطه؟ هل الدنيا شكلها تمام؟ هل الصوره عجباك؟ هل الفيديو بيقطع؟ هل ما بيقطعش؟ قول لي رايك تحت في الكومنتات.
وسيب لايك واشتراك وشير الفيديو وبس. انا يوسف واشوفك الفيديو الجاي.